الآن على الهاتف سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة نادي الهلال. مساك الله بالخير سمو الأمير. أهلا أخي، مساك الله بالخير. بداية سمو الأمير نهنئك ونهنئ أنفسنا بعودة الوالد القائد، ولا بد بل سموكم كلمة بهذه المناسبة الغالية. الحمد لله رب العالمين على ما أكرمنا فيه وتفضل علينا فيه من نعمه الظاهرة والباطنة، ومن أهم هذه النعم عودة الملك العادل والصالح والمصلح والمحبوب من قبل شعبه ومن قبل أمته العربية والإسلامية، عبد الله بن عبد العزيز الذي يزيد الألقاب تشريفا. العودة الميمونة بالعافية والسلامة هذه ما في شك أنها أفرحت كل المحبين وأفرحتنا جميعا. الله يطول عمره ويحفظه ويخليه مكارمه تتوالى على أبنائه وعلى مواطنيه وعلى أمته الإسلامية والعربية، ودائما سباق بالخير، ودائما يفاجئ، والحقيقة يفاجئنا ولا يفاجئنا. لا يفاجئنا لأننا نعلم من هو وكيف يفكر في شعبه وكيف يفكر في مصالح أبنائه. نعم. ولكنه أيضا يفاجئنا دائما بأنه جوده يكون فوق سقف التوقعات دائما. نعم. الله يطول عمره ويحفظ. القرارات اللي صدرت اليوم أثلجت صدر كل السعوديين. نعم. وجعلتنا نتأكد أن احنا مغبوطين على أن احنا يقودنا رجل عظيم بقامة وقيمة عبد الله بن عبد العزيز. نعم. سمو الأمير، طبعا خادم الحرمين الشريفين يبدو أنه شعر أيضا بالأندية الرياضية، وشعر بأهمية أن يكون لها دعم خاص من أجل القيام بأنشطتها على أكمل وجه. 10 ملايين لكل نادي في الممتاز، 5 ملايين لكل نادي في الدرجة الأولى، إضافة إلى مليون لكل نادي مسجل رسميا. نتحدث عن هذه المكرمة تحديدا. بالتأكيد أنها طبعا مكرمة تضاف إلى سجل المكارم الملكية الكريمة، والحقيقة بالنسبة لنا احنا في الأندية بالتأكيد أنها يعني جت في وقتها، ومثل ما يقولوا من كريم المستحق. يعني أعتقد جميع الأندية ستستفيد منها وستستطيع أن تتعامل مع الضائقات المالية اللي كان يعاني منها الجميع بشكل يعني أو بآخر. نعم. بنسب متفاوتة، ولكن كان الجميع يعاني من ارتفاع مصاريف الرياضة في الفترة هذه. فأعتقد أنها ستكون مفيدة لجميع الأندية في الممتاز في تسديد التزاماتها والوفاء بما عليها من التزامات. نعم. بالتأكيد هي مفيدة جدا لأندية الدرجة الأولى والأندية اللي ما عندها رعاة أيضا مثل ما قال الأخ الأمير فيصل. نعم. أعتقد أنها يعني شيء مفرح جدا الحقيقة، وكلنا ساعدنا فيه، وبتنعكس أيضا على النتائج وعلى نفسيات اللاعبين ونفسيات الأجهزة العاملة في الأندية عندما تسلم حقوقها وعندما تكون أمورها يعني كلها ميسرة في وقتها. أكيد بالتأكيد أنه هذا كله سيرجع الفضل فيه بعد رب العالمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، اللي ما نملك إلا مثل ما قلت اللي احنا ندعي له أن الله يطول عمره ويحفظه ويبقيه تاج على رؤوسنا، ويخليه إن شاء الله دائما مستظلين فيه ومحتمين فيه، ودائما يحس بمعاناة شعبه ومعاناة أمته، ودائما يكون يعني خيره دائما يأتي في وقته. الله يطول عمره ويحفظه. هذا كل اللي أستطيع يعني. نعم. سمو الأمير عبد الرحمن، أيضا كان هناك قرار من سمو الرئيس العام لرعاية الشباب بعفو شامل لمن صدر بحقهم عقوبات سواء إدارية أو مالية. بالتأكيد هذا شيء متوقع، يعني لأنه جية الملك تستدعي طبعا أكثر من ذلك. الأمير نواف يشكر على هذا الأمر، وهذا شيء طبيعي. درجة العادة عليه يعني في عندما يأتي سيدي الملك أو سيدي ولي العهد، هذا شيء متوقع ويشكر عليه الأمير نواف. نعم. سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، شكرا جزيلا لك.